تضاربت الآراء، ولكن بالنهاية حسام ولدي حسن مديرا فنيا للمنتخب المصري مع أخوه إبراهيم حسن. ولدي حسن حسام وإبراهيم ولدي حسن مسكوا المنتخب المصري. خلاص كل الأبقاء هتهدى والتفكير هيهدى، والناس اللي هي كانت بتفكر في مدير فني أجنبي يهدوا، لأن خلاص بقى في مدير فني وطني. ودون الأهم، المنتخب المصري ما نجحش إلا غير مع المديرين الفنيين الوطنيين، أكثرهم وطنيين. يبقى إحنا كنا على صح، بس الآراء بتتفاوت، بنختلف. ليه نختلف والناس واخدانا كوبي علشان خاطر تمشي على الاتجاه بتاعنا؟ واقرب مثال نيجيريا 2010 وصلوا كاس العالم، حبوا يمشوا المدير الفني ويجيبوا كابتن حسن شحاته. حسن شحاته ما راحش، لفت الايام وبرضك على هدف مصر راحوا جابوا اسوريو اللي هو كان بيدرب النادي الاهلي، اللي كان بيخوض مباراه افريقيه. عشان كده الناس بتدرسنا بنعمل ايه عشان النجاح اللي احنا فيه. ليه احنا ما نستثمرش النجاح اللي احنا فيه وننجح الناجح؟ ليه ما نستثمروش؟ ايه المانع حسام حسن يمسك المنتخب والناس اللي مش مؤيده ليه تقتنع وتسانده؟ ايه المانع يعني؟ خلي بالك انت حضرتك مش مقتنع بحسام حسن ولكن بتحبه من داخلك. طب بتحبه من داخلك ما تسيبه ينجح، ما تسانده عشان ينجح. ايه المشكله انك تساند حسام حسن عشان ينجح؟ ايه المشكله؟ ليه معظم افريقيا بتتجه على كوبي مصر عشان تعمل زيه وتوصل للي وصلته مصر، واحنا بنهد في بعض، بنهد اللي احنا وصلنا له؟ ليه ما نبنيش على اللي احنا وصلنا له عشان نعلى كمان وكمان ومحدش يقرب مننا؟ ده احنا حزينين ان الكاميرون خلاص بطولتين وتبقى زينا. الكاميرون واخده كاس افريقيا 5 مرات، مصر 7 مرات. يعني الكاميرون خلاص لو ضربت معاها مرتين خلاص كده بقت مع مصر. طب ليه واحنا ناجحين ليه نهد النجاح بتاعنا؟ علشان نستمر لازم نساند بعض، لازم الناجح نستمر معاه ونسانده عشان يكمل نجاحه بينا احنا، ما نهدوش وما نهزموش عشان خاطر ما يحصلوش احباط. كابتن حسام حسن تعامله مع الانديه غير خالص تعامله مع المنتخب المصري. لا هيكون اقوى، هيكون رزين، لان هيكون في مسانده له على الاقل من الشارع المصري. اما الناس اللي هي مش مؤيده حسام حسن انا بتهيألي مش هتلاقي حاجه تعملها. وبعدين علشان خاطر تقول لي حسام حسن ما يتعاملش مع كابتن المنتخب محمد صلاح، لا ازاي؟ ده ألف به إن حسام حسن يتعامل مع محمد صلاح. وعلى فكرة مش معنى إن آراءه صادمة لمحمد صلاح يبقى هو تعامله دون هيكون معاه، مش هو المعنى دون. يعني أنا النهاردة لما أقول محمد صلاح ما أداش مع المنتخب مش معنى كده إني أنا لما هتقابل معاه هكون صادم، لا بالعكس. حسام حسن هو الجدير في المرحلة دي، لأن حسام حسن عنده فكر. يكفي إن هو درب الأردن وشوف الأردن النهاردة وصلت فين، إنهاء كاس آسيا. ده شرف له إن هو كان في يوم من الأيام بيدرب منتخب الأردن. شوف الأردن النهاردة وصلت فين. ده شرف له إنه كان بيدرب منتخب الأردن. شوف الأردن النهاردة وصلت فين، نهائي كاس آسيا. شوف عملت ايه. ليه احنا ما نساعدش حسام حسن؟ ايه المانع؟ اقوى منتخب في افريقيا مع اعظم
لاعب كرة، أعظم هداف، أعظم مهاجم في تاريخ الكرة المصرية. ليه ما نسندوش؟ ليه ما نقفش معاه؟ ليه ما نقولوش استمر، احنا معاك، احنا قدامك واحنا وراك، ايه المانع؟ انما السوشيال ميديا فيها اختلاف كبير على حسام حسن. مش هنستمر بالوتيرة دي. لو استمريت بالوتيرة دي كده مش هتنجح مصر. مش اللي يفشل حسام، مصر اللي مش هتنجح. ما هو وارد انا مصري افشل، ولكن في النهاية انا بفشل لذاتي لشخصي. انما حسام حسن دلوقتي بيمثل كل المصريين مع المنتخب المصري، يبقى فشله فشل للمنتخب المصري، فشل لمصر. معنى كده اللي مش هيساند حسام حسن يبقى كده هو مش عاوز مصر تكون في رفعتها اللي هي دايما عليها كمنتخب مصري.